بيبدأ الفيلم في عالم ما بعد الدمار والخراب والكوارث العظيمة اللي حصلت بعد انتشار فيروس الزومبيز، والحياة بقت مختلفة بعد اللي حصل وموت الملايين من البشر وتحول الكثير منهم لزومبي وبقوا هم المسيطرين على الكوكب، وبقى في ناس قليلة قوي اللي قدرت تنجو، واللي منهم أندي اللي عايش على مركب في النهر بقاله مدة كبيرة جدا مع مراته كاي وبنته الرضيعة روزي، وبقى بالنسبة لهم ده بيتهم وكل حاجة يعرفوها، وبيبقى النهر وسيلة علشان أندي يبعد عن الخطر على قد ما يقدر ويحمي نفسه وعائلته علشان الزومبيز ما بيقدروش يعدوا من الميه. وفي يوم وهم ماشيين في النهر بيشوف أندي بالونة طايرة وعائلة سعيدة بتلعب، ولكن الأب بيبقى خايف على أولاده وبيطلع السلاح علشان يهدد أندي وما يخليهوش يفكر يقرب منه، وبقت دي طريقة الحياة في العالم، وكل واحد خايف من كل حاجة حواليه ومحدش يقدر يلومهم، وكل لما بيقعد مع نفسه بيفتكر الحياة الجميلة اللي كان عايشها زمان. وبالليل بيتناقش أندي مع مراته وبتبلغه إن مفيش أكل عندهم ويا دوبك هم 4 وجبات بس، وبتبقى عايزة تروح أقرب مدينة اللي على بعد 30 كيلو بس وشوف الوضع هناك عامل إيه، وساعتها هيقابلوا ناس وهيقدروا يجمعوا أكل يكفيهم، لكن أندي عايزهم يكملوا مع النهر لحد ما يوصلوا للقاعدة العسكرية اللي هتبقى قريبة جدا من النهر وأكيد أمان جدا، وهناك هياخدوا الأكل اللي هم محتاجين. بس كاي بتبقى شايفة إن حياتهم على المركب دي في يوم هتنتهي ومش هيعيشوا فيها على طول، إن أقل حاجة ممكن تخلي المركب تتعطل أو تغرق، ولازم يكون عندهم خطة تانية. وفي النهاية أندي بيبقى مصمم على رأيه. في يوم بيلاقي أندي مركب واقفة وتقريبا ما فيهاش حد، وساعتها بيقرر إنه يروح ويستكشفها وبينزل يدور على أي حاجة بعد ما بيتأكد إن المركب أمان وبيقدر فعلا يجمع شوية أكل ومؤن، ولكنه بيسمع صوت في أوضة مقفولة فبيتوتر جدا وبيخاف. أول حاجة بتيجي في باله إن في زومبي جوه، على طول بياخد الحاجة اللي هو محتاجها وبيمشي بهدوء. بيرجع لمراته وبيقعدوا سوا يصطادوا سمك، وبيقول لها على اللي جابه من المركب واللي هيكفيهم 3 شهور، ولكنه ما بيرضاش يقول لها على الصوت اللي سمعه هناك علشان ما تخافش عليه، وبيقول لها ان المركب امان. ولما بيسيبها وبيروح ينام جنب بنته الصغيره بتكمل كاي الصيد وبتلاقيه سايب لها هديه بمناسبه عيد جوازهم، فبتفرح جدا وبتقرر انها تروح للمركب تدور على مكنه حلال جوزها وتعملها له مفاجاه. بس للاسف بتسمع هي كمان نفس الصوت، واول لما بتحاول تهرب في حاجه بتشدها جوه المركب تاني. بيصحى أندي على صوت روزي وهي بتعيط وبتنادي على امها، ولكنه بيستغرب من عدم وجود كاي، ولما بيتحرك بيلاقي فيه اثار دم مغرقه المركب، وبيكتشف انها مستخبيه في الحمام ومصابه وتعبانه جدا، وخلاص بتبقى متاكده انها تتحول بعد 48 ساعه بالظبط، وبتلبس ساعه علشان تفكرها بالوقت اللي فاضل لها. ولما بيحاول يساعدها بيتصدم من منظر الجرح وبيبقى قلقان جدا عليها ومتعصب. ساعتها بيقرر انهم لازم يتحركوا ويسيبوا المركب ويشوفوا اي مساعده او يلاقوا مستشفى، بالرغم من الخطر الشديد اللي هيبقوا فيه بما فيهم روزي، وخصوصا انهم مش عارفين ايه اللي هيواجهوه على البر. ولسه بيبقى جوه أندي امل ان الاصابه ما تكونش ليها علاقه بالزومبي، يمكن جرح عادي وهتعيش. وفعلا بيسيبوا المركب وبيتحركوا على البر، وبيلاقوا في طريقهم جثث محروقه كتيره بشكل بشع، وفي نفس الوقت بنشوف طفل اسمه تومي قاعد بيرسم وبيصطاد اكل من الغابه وبيرميه لزومبي محبوس. وبتكمل عائله أندي طريقهم وهم خايفين جدا لحد ما بيلاقوا عربيه سليمه وبيفرحوا جدا لانها تساعدهم. وبعد ما بيلاقي أندي المفتاح بنيجي للحظه اللي بيحط في العربيه بنزين. بتحس ساعتها كاي ان في حركه بره، وفعلا بتشوف زومبي بيقرب منهم، فبتدي لأندي اشاره من غير صوت علشان الزومبي ما يحسش بيهم، وفي اخر لحظه بياخد باله وبيركب العربيه وبيهربوا بسرعه جدا. ولكن مفيش دقايق وبتبدا الاعراض تظهر على كاي وبتقع على الارض وبتنهار، وخلاص هي في بدايه مرحله التحول والمرض اتمكن منها، وبيعرف أندي ان خلاص كده مفيش امل وكلها مساله وقت. بتكمل العيله طريقها، ولكن لما بتبدا رجل كاي تنزف ماده لزجه بنلاقيها بتتعصب جدا وبتبقى عايزه تخرج من العربيه في لحظتها علشان خايفه على حياه جوزها وبنتها، لدرجه انها كانت هترمي نفسها من العربيه. وساعتها أندي بيقف وبيحاول يهديها وبتقول له انه لازم يسيبها لانها ممكن تتحول في اي لحظه وتبقى خطر عليهم، وبتبقى عايزاهم يرجعوا للنهر من تاني لانه امان ليه والروزي. ولكن أندي بيرفض الكلام ده وبياخدها في حضنه وبيقعد معاها يهديها وبيقول لها انهم هيكملوا للمستشفى علشان النزيف يقف ويقدروا يقعدوا معاها اكبر وقت ممكن، وبيركبها العربيه بالعافيه وبيكملوا في طريقهم لحد ما في لحظه بيظهر قدامه الزومبي في نص الطريق، وده بيخليه ينحرف ويخبط في شجره والعربيه بتتدمر تماما. وللاسف بيخش جذع شجره في كاي والوضع بيبقى اصعب وكارثي، وأندي ما بيبقاش عارف يفكر نهائي وبينهار وبيغمى عليه من التعب. وشويه وبيصحى على صوت روزي وهي بتعيط وبيلاقي رساله من مراته انه
انه ينقذ البنت، وبيلاقيها اتحولت بدري عن ميعادها بسبب النزيف الشديد، وفجأة بتهجم عليه وهي مش في وعيها وبتعضه من دراعها. وبكده المصيبة بقت اكبر علشان اندي هو كمان بقى قدامه 48 ساعة ويتحول. ما بيقدرش اندي يستحمل الكوارث اللي حصلت ورا بعض، وبيصرخ من الغضب، وبيبقى كل تفكيره في بنته الصغيرة ومصيرها ايه لما وقته ينتهي. يقرر بعدها اندي انه يشيل روزي على كتفه وبيكمل الطريق ماشي، وعلشان يخليها تبطل عياط بيرش لها برفان من بتاع امها علشان تهدى شويه وتحس انها جنبها وتطمن. لما بيلاقي الزومبي اللي كان السبب في الحادثه بيتعصب وبيجري عليه وكان هيضربه ويقتله، وساعتها بيظهر تومي وبيمنعه وبيقول له سيب ابويا، وبيخليه يمشي وراه عن طريق رائحه الدم بعد ما بيجرح ايده. وبيكمل اندي طريقه لحد ما بيوصل عند مبنى وبيخش جوه علشان يدور على حد يساعده، وفعلا بيلاقي واحده سليمه اسمها ايتا وطيبه جدا. ولما بتعرف انه فاضل له 46 ساعه ويتحول فبتقرر انها تنظف له الجرح على قد ما تقدر، بس ده مش كفايه ومش هيساعده في حاجه. وبيعرف ان المستشفى اللي جنبهم مقفوله من سنين، وان ايتا كانت مدرسه والتلاميذ كل واحد راح لعائلته، ودلوقتي قاعده في المكان ده لوحدها وبتعزمه انه يبات لحد النهار ما يطلع. وبيفضل اندي يفكر هل هيقدر يسيب روزي معاها ويموت وهو مطمن عليها ولا لا، وفعلا بيقرر انه يسيبها ويموت وهو مطمن، ولكنه بيكتشف انها مريضه وعندها سرطان. وساعتها بيعرف ان القرار كان غلط وانه لازم يكمل ويدور على حد تاني يعتني ببنته، لان ايتا اكيد مع سوء الرعايه الصحيه هيبقى قدامها وقت قليل تعيشه. وفي نفس الوقت بتبقى في قبيله مولعه نار ضخمه وبتنده على تومي الطفل اللي مفقود منها، وبيبقوا عايزينه يرجع تاني ليهم، ولكن تومي ما بيبقاش راضي يرجع ليهم وعايز يستنى مع ابوه الزومبي، وبيفتكر ذكرياته معاه وهم بيصنعوا رمح وبيتكلموا حوالين النار. وما بيقدرش اندي انه ينام وبيحاول يدور على اي دواء وهو متعصب، وبيفتكر وهو بيدفن مراته، وفجأة بتبدأ الاعراض تظهر عليه وبيقع على الارض وهو بيترعش. ولما بيفوق بيلاقي ان فاضل له 32 ساعة، فبياخد روزي وبيشكر ايتا اللي بتقول له ما يفقدش الامل، وبتديله صورة ويلي وتومي وبتقول له يروح عندهم دي ناس كويسة وهياخدوا بالهم من روزي وهيعتنوا بيها. وطبعا هو شافهم قبل كده وبيفتكرهم، بتقول له يدور على النار لان القبيلة بتاعتهم بيشعلوها علشان يطهروا الارض من الزومبي والجثث. بيكمل اندي في رحلة البحث عن الامان ومستقبل بنته، وفي الطريق بيلاقي عربية واقفة وفي واحد اسمه فيك واقع في خندق وفي انابيب كتيرة واقعة عليه. واحد بيصطاد الزومبي وبيحمي نفسه لانه مش عارف يتحرك. لما بيلاقي اندي بيقول له خرجني من هنا ومراتي هتعتني ببنتك وهتعيشوا في امان. وطبعا اندي بيساعده لان الزومبي بدأوا يقربوا بعد ما سمعوا صوت الرصاص، وفعلا باستخدام العربية بيقدر اندي انه ينقذ فيك، وبيجروا سوا قبل ما باقي الزومبي يهجموا عليهم. وشوية وبيوصل اندي البيت فيك وبيلاقي مراته شابة صغيرة اسمها لورين، بس شكلها خايف شوية ومتوترة. ولما بتقدم له الشاي وبيدردشوا شوية بتقول له ان فيك عمره ما جاب حد معاه وان عنده خطط كبيرة وبيخزن البنزين علشان لما كل حاجة ترجع لطبيعتها يبقى غني. بس للأسف هو مش عارف ان مفيش حاجة هترجع لطبيعتها، وبيعرف اندي انها محبوسة هنا وبقالها مدة كبيرة ما شافتش بشر. وبيجي فيك وبيقطع كلامهم وبياخد اندي معاه في رحلة صيد، وبيسيب روزي تلعب مع لورين وتقتني بيها. وبيطلع ان فيك عامل اقفاص حابس فيها ناس وبيخليهم طعم علشان يصطاد الزومبي، وبيقضوا اليوم سوا في ضربهم واحد ورا التاني بالسلاح لحد ما بيخلصوا عليهم وبيقربوا من القفص. وبيكتشف اندي ان تومي محبوس جوه القفص ده، وهنا بيدرك ان الراجل ده دماغه فيها حاجه غلط، ما بيقدرش يتكلم ولا يعرضه علشان بنته، وبيفكر هتعيش ازاي لو اتخانق معاه. وفي البيت بتكتشف لورين الماده اللزجه على روزي وبتفتكر انها مريضه وهتتحول هي كمان لزومبي، وبتبدا تخاف منهم. وبيكمل اندي وفيك في الصيد وبنلاقي انه حابس راجل كبير تاني وبيلم عليه الزومبي، واندي ما بيبقاش مصدق اللي بيحصل. ولما بيرجعوا البيت بتقول له لورين ان روزي نايمه وانها تمام وممكن يخش يطمن عليها. بتكمل القبيله رحله البحث عن تومي وما بيبقوش عارفين هو فين، وبيندهوا عليه كل يوم ولسه ما فقدوش الامل. وخلاص بيبقى فاضل ساعات على اندي وبيبقى متوتر جدا وخايف على بنته الصغيره، وبيحاول يلعب معاها ويسرق من الزمن لحظات وهو بيبص لها وبيبكي. وبيقرر ان خلاص جه الوقت انه يسيبها معاهم ويروح ينتحر ويموت نفسه. ولكن في اخر ثانيه بتجيله لورين ومعاها روزي وبتقول له انا عارفه انت عايز تعمل ايه كويس، ولكن انت مش هتقدر تسيب بنتك هنا وعمرها ما هتبقى في امان مع فيك، خدها لمكان تاني احسن ليها، لان فيك ده مش جوزي، ده قتل جوزي هو وباقي اصدقائه علشان يهرب وينقذ نفسه، وانا عايشه هنا محبوسه ومش عارفه مكان تاني اروحه. وطبعا اندي بيتصدم، واول حاجه بتيجي في دماغ اندي انه ياخد بنته ويرجع
بيرجع للعيلة اللي كانت عايشة جنب النهر، ولكن في اللحظة دي بيظهر فيك وبيضرب أندي وبيبقى فاكر إن في حاجة بينه وبين مراته، وبيفوق أندي وبيلاقي نفسه محبوس في القفص مع تومي، وبيبقى متعصب جدا وخايف على بنته وفاكر إنه خلاص مش هيشوفها تاني وهيسيبها للمصير الأسود مع الشخص ده ومش هيوصلها لبر الأمان. وساعتها بيعتذر لتومي علشان ما ساعدوش امبارح وسابه محبوس، وبيقول له احنا لازم نتعاون ونهرب من هنا. وفي نفس اللحظة بتظهر حواليهم مجموعة كبيرة من الزومبي وبيقدر إنه يخليهم يحركوا القفص وبيهرب ومعاه تومي، وبسرعة بيرجعوا لبيت فيك وبيتسللوا بهدوء من فوق السور لحد ما بيوصلوا عند لورين وبيصحوها وبيقدروا انهم ياخدوها هي وروزي وبيسرقوا مفاتيح فيك، بس لسوء حظهم انه بيصحى وبيهددهم بالقتل، واول لما بيطلق الرصاصة بتقف وراهم لورين وبتاخد الطلقة بدلهم وبتحميهم وبتديهم فرصة يهربوا. لما بيوصلوا على قفص العجوز بيلاقوه اختفى، وبعدها بيكملوا جري لحد ما بيوصلوا عند كهف وبيستخبوا، وبيوصل فيك اللي خلاص بقى مجنون وبيهددهم بالقتل انه لو لقاهم هيعاقبهم اشد عقاب. لما خلاص بيتاكدوا انه زهق ومشي بيفكوا الجنزير اللي مربوطين فيه وبيناموا من التعب، بس بيفوق تومي وبيلاقي اللي ما كانش عامل حسابه اندي خلاص بدا يتحول ومش فاضل غير وقت صغير ويبقى زومبي بالكامل، وده بيخليه يخاف جدا وبياخد روزي في حضنه يحميها. لما بيرجع اندي لحالته الطبيعيه بيكملوا طريقهم، لكن تومي عايز يلاقي حد يساعده وبيبقى واثق ان ابوه مختلف عن باقي الزومبي والراجل ده هيخليه يستعيد روحه ويبقى انسان من تاني. وساعتها تومي بيسيبه بيروح علشان يشوف ابوه عامل ايه، ولما بيشوف الجاكيت بتاعه متعلق على شجره بيتاكد ان ابوه مات خلاص ومدفون مع الشجره دي حسب تقاليد القبيله. وساعتها ما بيقدرش يمسك نفسه وبيعيط علشان اخر مره هيشوفه خلاص ومفيش امل يرجع انسان طبيعي، وبيفضل يضرب نفسه من الحزن والغضب. ولما بيجيله اندي بيلاقيه مقهور وحاسس بالذنب في اللي حصل، وبيقرر تومي انه يفضل جنب جثه ابوه، ومن زعله بيقول لاندي انا مش مهتم بيك او ببنتك، وبيسيبه وبيتحرك مع روزي ويكملوا طريقهم لوحدهم. وخلاص بيبقى فاضل 9 ساعات، وفي لحظتها بينهار اندي على الارض وبتزيد اعراض التحول بتاعته. ولما بيسمع تومي صوت روزي وهي بتعيط بيجري عليهم وبياخدها في حضنه وبيشيلها، وبيستنى لحد ما اندي يفوق وبيتحرك معاهم للنهر علشان يكملوا بحث عن العائله، وبيحالفهم الحظ وبيقدروا يلاقوا مركب وبياخدوها علشان البحث يبقى اسرع. وفي طريقهم بيعدي اندي على مركبه القديم وبيجي في باله ذكرياته والايام اللي كان عايشها في امان مع مراته، وبيحزن ان خلاص كل ده انتهى. واخيرا بيلاقوا مكان العيله، بس للاسف بيلاقوا مكانهم فاضي ومفيش اي حد موجود. وبعد بحث بيلاقوا العيله كلها اتصابت، والاب بيجهز قبر جماعي ليهم، وبيطلب الاب من اندي انه يقتلهم ويريحهم من العذاب اللي هيشوفوه، وان هيفضل رصاصتين يقدر ياخدهم وينهي حياته. ولكن اندي ما بيجيلوش قلب وبيسيبه وبيمشي. بيسمع صوت 4 رصاصات على عدد العائله بالظبط، وبيفهم ان كلهم ماتوا خلاص، وبيرجع ياخد المسدس وبيفكر في مصيره وبنته. فعلا بيفكر انه يقتل نفسه، بس بيرجع في كلامه لما بيلاقي روزي بتقول بابا لاول مره، وبيقرر انهم يروحوا لقبيله تومي وانها الامل الاخير ليهم والروزي، وبيبقى متاكد انها هناك هتكون في امان. بيطلب من تومي ان لو حصل له حاجه يحمي بنته ويوصلها لبر الامان. واثناء ما هم ماشيين في طريقهم بيشوفوا مجموعه من الزومبي بياكلوا جنبهم، وخلاص اندي قرب يبقى زومبي زيهم وبدا يتعطش للحم البشري. لما بيخشوا نفق بيلاقوه مليان زومبي نايمين، فبيمشوا في هدوء شديد وبيتصدموا لما فيك بيظهر قدامهم. فبيقرر اندي انه يستدرجه وبيعمل نفسه زومبي وبيجهز له كمين، وبيحصل بينهم خناقه. لما بيغمى على اندي بعد معركه قويه بيجي فيك وبيمسك تومي وبيضربه وبياخد روزي، بسبب ان فيك اتصاب عقله اتضرب واتجنن وعايز يقتل روزي، ولكنه بينهار من العياط بعد ما بيشيلها، وبيبقى لسه جواه انسان وبيقدر اندي انه ياخدها منه. وبيفوق تومي وبيمشوا سوا مع بعض وبيكملوا طريقهم، وبيبقى تومي مصاب جدا وتعبان ومش قادر يمشي، ولكنهم بيستجمعوا شجاعتهم وقوتهم وبيكملوا الطريق وهم ماسكين بعض لحد ما بيقع اندي وبينهار على الارض بعد ما خلاص بقى في المرحله الاخيره من التحول، وبيحاول انه يقاوم بكل قوته. بس خلاص اندي ما بقاش عنده عارف يفضل انسان اكتر من كده او مقاومه، والفيروس اتمكن منه ووشه بقى مليان بالماده اللزجه وكان هياكل من اللحم البشري. وبيعرف انه خلاص جه الوقت، وتومي بيوعده انه هياخد باله من روزي ويعتني بيها وهيوصلها لقابلته، وبيودع اندي بنته وبيبص لها لاخر مره وبيقع على الارض وبيتحول لزومبي وبيفقد صفاته البشريه. وفي اخر ثواني بيكتف نفسه وبياخد روزي وتومي وبيشيلهم على كتفه، وباستخدام عصايه فيها جزء من لحم البني ادمين بيقدر تومي انه يتحكم في اندي وبيمشيه وهو شايلهم لحد
لحد ما بيقدروا يوصلوا عند القبيلة بتاعته اللي في الوقت ده قاعدة بتقتل في الزومبي وبيتخلص عليهم، ولكنها بتتفاجئ من المنظر اللي قدامها وبيفرحوا جدا برجوع تومي ليهم، وبياخدوا روزي علشان يعتنوا بيها ويربوها كجزء منهم. وقبل ما يقتلوا أندي بيرش تومي جنبه عطر كاي علشان يشمها لآخر مرة، وبيبان على وشه انه عارف الريحة دي وبينجذب ليها. وبيودعوا تومي وبيقتلوه القبيلة علشان يقدر دلوقتي يروح لمراته ويبقى جنبها بعد ما اطمن على بنته انها هتعيش في امان وسلام مع قبيلة كبيرة هتحبها وهتقدر تحميها. لغاية هنا بيكون فيلمنا خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم على خير ومع السلامة.